أكيد طبعًا كلكم فاكرين آية ضحية بورسعيد اللي وشها بقى بالمنظر المرعب دوّة، كل ده علشان قررت إن هي تسيب خطيبها، وسمع من برّه إن في واحد تاني هيتقدم لها، فراح عنده بوّظ الموضوع وقالوا أهله بلاها على إيه تروح لواحدة وتخطبها وييجي من وراها مشاكل، وخصوصًا واحد شكله بلطجي كده، فالله أعلم عمل إيه هدّده وخوّفه، فقالوا خلاص الباب اللي ييجي لك منه الريح سِدّه واستريح. فطبعًا ناس كتيرة شافوا الفيديو وكاميرات المراقبة بس ما يعرفوش الصورة الأصلية لخطيبها. خطيبها اللي جابها من الباب لآخر الكوافير وما سابهاش، ما سابش فيها حتة من الأرض لفوق الإيد الرجل الراس لضفر الرجل، ما سابش فيها حتة. مش بس كده، ده كمان جاب حاجة من حاجات الكوافير واديله ادي وزي الريح ما تودي وما سابهاش. الله يرحمها ربنا ما يوريه رحمة لا دنيا ولا آخرة، حسبي الله ونعم الوكيل. البيت اتخرشمت وعينيها قفلت، وأنا اللي مستغرباه تقرير المستشفى الحكومي اللي المفروض يتقدم للنيابة اللي طلع أقل من 21 يوم. البت أصلا وشها بايظ، فبنطالب ان هما لازم يتعمل في مستشفى تانية، لان في مستشفى خاص زي ما قال المحامي بتاعها مش هياخدوا بيه في النيابة، لازم مستشفى حكومي. وتقرير المستشفى الحكومي بصراحة مش مقنع، فلازم ينقلوه لمستشفى تانية حكومية برضو. فقررت ان انا اجيب لكم صورة المفروض المحسوب على الرجولة غلط اللي عمل في وش البنت كده وفاكر نفسه ان هو استعفى عليها. انا قلت من الاول خالص يا جماعة بلاها جواز، وقعدت تضحكوا وتهزروا، وقلت الواحدة لو ربنا بيحببها تطلع مطلقة ودي تبقى يعني أعلى المنازل، إنما بقى يا إما تطلع بجريمة يا إما تشويه يا إما الله يرحمها وتسكن التراب، فيا إما يتلبس لها قضية. خدتوا الموضوع بهزار وسخرية، وادي كلامي اهو بيتحقق وفعلا كلامي طلع صح اهو. هو ده شكله الحقيقي يا جماعة. بص البت وشها عامل ازاي، انا مش عارفة المستشفى ازاي قالوا اقل من 21 يوم، انا مش فاهمة بصراحة. ده دور البرد ممكن يقعد معاك اسبوع 10 ايام، دي اصلا البت لا نافعة لا طبلة ولا طار. فده المصيبة ان هو يعني بيهددها لغاية دلوقتي. شفتوا البجاحة؟ ومش بس كده، ده كمان ان هو بعد ما تم القبض عليه قعد يوم في النيابة علشان التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة اللي ثبتت عليه واكدت عليه الواقعة، وبعد كده تاني يوم خرج بكفالة 5000 جنيه، وان هو بيهددها وبيقول لها ان دلوقتي اللي انت شفتيه ولا حاجة، وهيستمر ويعمل معاها اكتر من كده. فالبنت مش شايفة لها ملامح والله العظيم اهو. انا حبيت ان اوريهولكوا اللي فاكر نفسه. انا طول عمري اللي اسمع وبقول اللي يمد ايده على واحده ست مش راجل مره، ما حصلش كمان مره، لان في ستات ارجل من الرجاله كتير جدا. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منه. وهي يعني قالت ربنا ينتقم منه وتحاسبني فيه ويترد له في اخته. يعني بتوجع قوي الكلام، بس انت مش هتحس بكده بجد. يعني في النوعيات دي مش هتحس بكده. حبيت ان انا اعرض له صورته، واتمنى اللي كان معايا وبيأمن له الوضع يتقبض عليه هو كمان، لان احنا دلوقتي ما نسمعش عنه حاجه. لان هي آية قالت وكشفت ان الراجل اللي كان معاه ده مش جاي علشان يحوش او كان من واحد من الناس اللي كانوا بره، لا ده كان جاي معاه وكان بيأمن له الطريق وكان مانع دخول الناس علشان ينقذوها. ودلوقتي احنا ما سمعناش انه تم القبض عليه، بس ان شاء الله انا واثقه ان هيتم القبض عليه، وان شاء الله هما كده صنف صنف وينقذوا بعض ويخشوا الزنزانه بامر الله ويتحكم عليهم اشد الاحكام. عقبال بقى كل العينه اللي زيهم خليها تنضف.